أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. لهفي لركب صرعوا في كربلاء كانت بها آجالهم متدانية. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا معكم في برنامج نبرات الولاء، معنا ومعكم خادم الإمام الحسين الأستاذ علي مهاوي الساعدي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيكم الليل، مساكم الله بالخير. الله بالخير والعافية. بارك الله على التعب. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. ملاتي، باعتبار أنه اليوم أنت أستاذ مدرسة الرادود الحسيني، نعم، ومن الأعمدة الحسينية الموجودة بالوسط الحسيني، اليوم أريد أسألك سؤال وأنت لك الحق الرد نعم عن السؤال بالطريقة اللي تعجبك. زين. شنو رأيك بالتطور اللي طرأ على الخدمة الحسينية؟ تطور من أي جانب مثلا؟ تطور من جانب اللحن والموسيقى والأداء بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العنوان الأول إنه سيد الشهداء عليه السلام خرج لإصلاح ما أفسده بني أمية، ومعايير الإصلاح الذي خرج من أجله سيد الشهداء هو ضمن المعايير الدينية. يعني الحسين دين، الحسين إسلام، الحسين استقامة، الحسين اعتدال. فكل شيء ينتمي للحسين أن يكون دينيا ومستقيما، إضافة إلى ما يتعلق بخدمة سيد الشهداء عليه السلام. الخدمة انطلقت من منطلق ديني وتشريعي وفقهي. يعني في زمن الأئمة عليهم السلام أول من بدأ العزاء على الحسين هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه. سلام الله. وكانت المجالس آنذاك ضمن معايير شرعية تسمى بمجالس النياحة، حتى من رواد الشعراء الذي كانوا في زمن الأئمة أمثال دعبل الخزاعي وغيره. وحتى أنا ذكرت يعني في تقرير قناة العراقية السابق، يعني ذكرت حتى كان الفرزدق وليس بشاعر حسيني، لكنه كانت له أبيات، والأبيات منسوبة للإمام. نكتفي بهذا القدر من التاريخ. نعم. احنا اليوم نريد نعرج على التشريع. احنا نقول الخدمة، التشريع، الخدمة مرتبطة بالتشريع الإسلامي أم لا مرتبطة بالتشريع الديني؟ لو ما مرتبطة، إذا ما مرتبطة فإحنا شكو شيء يحصل في الردة الحسينية ما نعلق عليه ولا ننتقده ولا نسولف به. طيب شو لكن إذا كانت قضية الحسين أو خدمة الحسين مرتبطة دينيا لازم عندنا ضوابط شرعية. القاعدة الشرعية التي تقول إذا كان الأداء عرفا بأنه غناء فالأداء محرم. كل ما يناسب مجالس اللي هو الطرب فهو شنو؟ محرم. إضافة إلى الترجيع والتنهيد وغيرها من الأمور. الأغلب وبالخصوص أنا أقصد يعني الحوزة العلمية المرتبطة، الحوزة العلمية أو العلماء الأصوليين، حوزة النجف لا تتهاون بهذه القضية قد أنمله أبدا، حتى من الجانب الموسيقي. أما غير فهذا مو البعض. لكن احنا اليوم أغلب علماء الشيعة هي هاي قاعدتهم الشرعية. اليوم الخدمة الحسينية في خطر. بسم الله الرحمن الرحيم. اكو آية بالقرآن في سورة مريم: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي عمل
إذا ما بمتابعة ومراقبة يكون في خطر، مع وجود الإمام صاحب العصر والزمان. نعم. واليد الغيبية المرتبطة بصاحب الزمان، وهو المحافظ على هذه الشعائر، لكنه أكو خطر. شنو نوع الخطر اللي موجود على الخدمة؟ الخطر يعني أسولف وياك بالعامية. أنا من ذكرت الآية قلت لك ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، استشهدت فيها حتى ما أنسى. إن شاء الله أنا ميت وما أشوف هذا الخطر على الخدمة. إن شاء الله عمرك طويل بالخدمة. فقصدي خلينا نحكي بالعامية. الخطر اليوم إذا ردنا نسولف اليوم أولادنا اللي عمره مثلا 10 سنوات أو عمره 8 سنوات أو عمره 5 سنوات وجاي ناخذ المجالس نصطحب الأطفال في العزاءات الحسينية، تمام لو لا؟ هسه هو اطلاعاته إذا أنا اليوم أخذه لمجالس أو لرواديد أو لخطباء أو يعني رواد المجالس أخذه وياي، وهذا الخطيب اليوم ما عنده خلفية فقهية علمية تاريخية صحيحة ويزرع بهذا الطفل معلومة خطأ. ورادود يقرأ بأطوار مثلا غنائية تناسب مجالس اللهو والطرب، يسمع هذا الطفل اللي عمره 5 سنوات أو 10 سنوات، الصبي بعد فد 10 سنوات لما يصير عمره 20 سنة شنو الأطباع اللي راح ياخذها في مجال المجالس الحسينية؟ سؤال. أغلبيته خطأ راح يكون. لا، راح يتربى ينشأ على أنه هو هذا الإيقاع، هذا اللطم، هذا اللحن، هذا الكذا، هو هذا مال الحسين، هو هذا اللي جاي يناسب. يعني ما يصير عنده تمييز أو يميز بين الردة الحسينية وبين الطرب أو بين الأغنية، وهي هاي المشكلة اللي جاي نواجه بها. هاي الثقافات أنا راح أحكي يعني مثل ما جزاك الله خير تفضلت علي وقلت لي احكي براحتك. مثال أنا شاهدت بعيني، شفت في مجالس الأهواز مع اعتزازنا وتقديرنا لمدينة الأهواز الحسينية وعشائرنا العريقة اللي موجودة، بس اليوم احنا نلاحظ بعض الرواديد عندهم مثلا أو القراء اللي عندهم هو بعد ما يكتمل أو ما يخلص شهر محرم أو العشرة الأولى وراح يروح يغني. هذه احنا ما نريد نعرج عليها لأنه هي هاي موجودة تقريبا بأكثر من مكان حتى لا نخص بها الأهواز. أنا مو جاي أخصص، لكن فد مثال احنا هذا المثال إذا اجت هاي الثقافة فصار عندنا شنو؟ صار عندنا طبيعي انه بالمناسبة الحسينية يقرأ على الحسين، وبالمناسبة الفرحية او بالمناسبات وهم صارت عندنا. انا قبل المحرم تقريبا بايام هم شفت احد المطربين يعني ناشر منشور بالفيسبوك وقارئ قصيدة حسينية طبيعي والناس متفاعلة وياه ومشاهدات وكذا. هاي الثقافات او هاي الاسس تحضر لي فد موضوع جدا بارتباط جدا وثيق بهذا حديثنا. يقال الغاية من هذا الموضوع احنا نريد نربط يقول كان البهلول عنده فد قطع كتابات حكم كذا وزح للناس. مر هارون عليه لعان الله الى البهلول، قال له اريد هاي القطعه، قال له ما اعطيك اياها، هاي ابيع لك اياها لان انت عندك فلوس وانا فقير ما عندي. يقول اشتراها. ايش مكتوب عليها؟ مكتوب اذا هممت بامر فانظر الى عاقبته. هاي القطعه خلصت هارون من محاوله اغتيال على يد حلاق الخاص، حلاق الخاص اللي زينه كل يوم هاي انقذت حياته. قال له لو ما هذه القطعه وقريتها انا قاتلك تميت. اليوم اذا لاصحاب الهيئات والمواكب والرواديد والشعراء وخطاب الى الجميع، انت اليوم من تنتج عمل قصيده تسجلها استديو او تضع لها كذا او تكتب بكلام لا هو ينتمي للحسين وإنما ينتمي إلى الرومانسية وغيرها وغيرها وغيرها، أو عندك مثلا شاعر يسولف
بغير موضوع بحجة صاحب الزمان وهو يسولف إلى غير أمر، بحجة أنه السيدة زينب وهو يسولف بغير أمر، أو اللحن كذا، أو الترويج اليوم في الفضائيات أو للشخصيات اللي موجودة اليوم. مع اعتزازنا واحترامنا، احنا اليوم نذكر خدمة الحسين، بس لازم نمر اكو شخصيات اصلا ما تنتمي لسيد الشهداء، واليوم صارت ترندات مثل قولتهم هم في الساحة الإعلامية. هذا الوسط اللي الغاية من هذا العمل، إذا أنت خادم للحسين شنو الهدف اللي تريد توصله؟ شنو إذا هم يعني أنت اليوم تريد تسجل هاي القصيدة، هاي القصيدة شنو غاية؟ هسه احنا اليوم من نسجل قصائد ومجالس حسينية، شنو الغاية منها؟ الخدمة، الأجر والثواب. بعد هسه غير الأجر والثواب، هسه هذا الأجر والثواب هذا الغير يفكر به، يجوز أنا وأنت ما نفكر به، بس السيدة الزهراء عليه السلام ما ضيعتها قطرة دمع على ابنها الحسين. هذا الحكي هذا احنا ترى ما نتعامل اليوم ويا، مع احترامي الملا منير القرلوسي اليوم اخوي وصديقي وكذا وقاعدين وجايين نسولف، لا مو هذا المعنى. السيدة الزهراء فوق كل الاعتبارات خطوة اليوم. هسه هذا حديثنا اليوم بولدها الحسين، هي عندها شيء او جائزة الي والك، من علم بيها، من ندري بيها. وهذه المرأة التي تأتي على شكل الشمس تغطي مجالس الحسين بإطلالتها وبتفاعلها. شو تريد توصل ملا؟ اللي يريد اليوم نوصله احنا اليوم كيفية التعامل. انا اليوم من سجلت قصيدة او اقمت عزاء او اسست هيئة او غيرها، ما هي الغاية؟ شنو الغاية؟ اجر، الاجر موجود، ثواب موجود. اليوم ملزمين احنا، لو عندنا اليوم قضية رسالة نريد نوصلها، احنا اصحاب مسؤولين. لا تتصور اليوم انا اليوم اقرا قصيده او عندي مجلس او ما ادري شنو، اليوم انا ما متحمل المسؤوليه. لا، رب المسؤوليه، مسؤوليه كلامي ومسؤوليه لحني ومسؤوليه وقفتي ومسؤوليه حتى علاقاتي. يعني انا اتفاجئ من شعراء كبار ينتمون للحسين، كتبوا للحسين كذا، يخرج بفضائيه امام الملأ يا كذا يقول انه كريم منصور صديقي. هسه صديقك المفروض انت بتحكي، يعني حتى لو صديقك اي انت خادم، بس انت بتحكي وين هذا وين. بس مع اعتزازنا واحترامنا وتقديرنا للاسماء هسه، بس انت مثلا او انه انت تجلس بلقاء تلفزيوني مع امرأة متبرجة، وين الدين بالموضوع؟ هذا الدين شو اسمه؟ اكو دين هيجي؟ اما منشيت مكتوب حتى في طريق الزيارة للحسين عليه السلام انه الحسين للجميع. هذا المقولة كذب، هذا كذب وافترى على سيد الشهداء. شو الحسين للجميع؟ الحسين للمؤمنين، الحسين للمتقين، الحسين للتوابين، الحسين للمستغفرين. هذا الحسين للشجعان، للأبطال، مو الحسين للانتهازيين، مو الحسين للمنافقين، لليوم كذا واليوم كذا واليوم هذا ماله. هذا الحسين غير حسين. هذا حتى نختم هذا البارت من البرنامج. نعم، اكو اشخاص اساءوا للخدمة الحسينية كثير ولا زالوا ومستمرين، وانا مسؤول على هذا الكلام. ما دام ماكو رادع، متى يصبح عندنا رادع؟ اذا جعلنا وانت اعلم واكثر شخص قريب إلي وتعرف بالمشروع، وبدينا وصار لنا السنوات نعاني من هاي القضية، بس ماكو إذن صاغية. كل من يغني على ليلى، يعني مشكلة كبيرة. يعني إذا نحكيها أمام الملأ عموما. لا أكيد إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى الفاصل الأول، إن شاء الله نروح وراجع لكم إن شاء الله. رجعنا وياكم ببرنامج بودكاست نبرات الولاء، ويانا خادم الإمام الحسين الأستاذ علي مهاوي الساعدي، أستاذ مدرسة الرادود الحسيني. أهلا ومرحبا بك مجددا. الله يحفظك أستاذي وخالي وعزيزي وأخويا. الله يحفظك أستاذ.
اليوم عندنا مدرسة تأسست. نعم. نريد نعرف متى تأسست، تفاصيلها، ومتى ومن الذي قام بتأسيس هذه المدرسة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدرسة الرادود الحسيني تأسست سنة 2009 كمدرسة. نعم. مع الأخوة الأستاذ كاظم الفرطوسي أبو علي، والأخ أبو زينب، عدنان عبد الواحد العبودي، بعض أخوتنا. صراحة يعني تعرف ورا السقوط النظام المجرم الهدام، الأمر كان مربك، يعني دولة ماكو، قضية العزاءات الحسينية يعني منتشرة، مجالس معينة معروفة عندنا في بغداد. أنا كنت أنطي يعني صراحة درس المقامات أنطي من سنة 2008 تقريبا، قبل المدرسة. يعني انطيت درس في مؤسسة السبل الواضحة وبيوتات بعض على شكل أخوتنا، كورسات أو يعني ويا الأخوة أصدقائنا يعني الرواديد. تعرف هذا الموضوع، موضوع المقامات كان موضوع جديد على الردة الحسينية، وخاصة في العراق، يعني نعم. محرومين من هذا الموضوع، وهاي الثقافة كانت يعني مو دارجة، يعني موجودة عندنا، يعني بعضهم يستشكل عليها، بعضهم كذا. فأسسنا هذه المدرسة بال2009. نعم. وبدينا بتدريس الأخوة خدام الحسين على شكل دروس ضمن أسبوع معين، ومن بعدها من طورت حالة المدرسة. تعرف المدرسة لا تنتمي إلى أي جهة، يعني لا سياسية ولا حزبية ولا حتى نعم. دينية، وإنما مستقلة، هم خدام الحسين، وأنشأناها وكانت على نفقتنا الخاصة، يعني وبالأخص الأخ أبو علي. من بعدها قلت لك طورت ببركات سيد الشهداء. موفق إن شاء الله. نعم. شنو الهدف من هذا المشروع مولا؟ مثل ما حكينا بالبارت الأول، الغاية، الهدف، لكل علم معلم أو ذو علم. نعم. لكل علم ذو علم. وهذا العلم الذي يدرس اليوم بالجانب الآخر من الجانب الموسيقي، خلينا نسميه، تجد كثير من المدارس، حتى في المدارس القرآنية في مصر مثلا، أو بغير دول، في المغرب أو الجزائر أو غيرها، دول العربية، حتى الدول الأجنبية، بالجانب الإسلامي، تجد لهذا الجانب الموسيقي أو الجانب المقاماتي أو النغمي تجد مدارس. لكن في المجال الحسيني الشيعي ماكو. نعم. هسه بالجديد يجوز بعض الأخوة أسسوا بعض الأمور، لكن أنا شفت، يعني ما شفت مدارس، شفت يعني دروس ممكن. إيه؟ لكن كمدرسة الغاية من عندها نؤسس مدرسة لهذا العلم. يعني يجب على خادم الحسين أن يكون مثقفا موسيقيا ونغميا وأدائيا. نعم. هذا مهم، من المهمات أصلا. مثل ما نريد اليوم خادم الحسين عنده معرفة بالتاريخ الحسيني. طيب اكو خدام الحسين يقولون احنا لا، انا عندي اذن موسيقية. منين اجت فطرية؟ شلون فطرية؟ شلون؟ من الاستماع. منين الاستماع؟ غير نرجع للأصل. اي نرجع للأصل. لا زين. النغم الحسيني الأول أم النغم الطربي؟ لا، هو اليوم ما لنا علاقة بهذا الموضوع. يعني احنا نريد نركز على مفردة انه هو عنده اذن موسيقية. اليوم اكو هواي ناس يعني نعم. يأدون وما يعرف المقام شنو. يجوز هو يعرف
ينغم او يعرف يخلي نغم لهاي القصيده، لحن يعني يلحن لهاي القصيده، بس ما يعرف التسميه مالت المقام، ممكن يكون هيك شيء. ايش قد هذول ايش قد النسبه يعني يجوز نسبه 30-40% او هذا مو نسبه. اليوم انت في تطور، انت اليوم سنه 2025 طبعا. اليوم حتى شوف احد الاخوه الله يذكره بالخير قال كل 25 سنه يتغير المقام. انت شلون يتغير المقام؟ انا سالته عن سؤال، شلون يتغير؟ هو نفس السلم، مثلا سلم البيات يبدا من الدرجه الكذا وينتهي بدرجه الكذا، زين. هو هذا النغم مالته، شلون يتغير؟ قال مو هيك شيء، قال يعني الله يذكره بالخير استاذ محترم هو، قال روحيه النغم تختلف، يعني البيات اللي ينقرئ قبل 25 سنه مثل بيات اليوم اكيد يختلف، الروحيه تختلف، زين. الاستماع للاذن. احنا اليوم من نريد نحدد او اسسنا مدرسه للنغم، اسسنا مدرسه الى النغم، وقدمنا دروس النغم ضمن ضوابط موسيقيه صحيحيه وبادوات شرعيه. يعني في الجمهوريه الاسلاميه انا وياك والتقينا بمدير يسمونه بيت الرواديد، تمام؟ حاج مهدي تذكره. حاج مهدي ايش قال؟ حاج مهدي قال احنا عندنا مؤسسه للردة الحسينية أو للخطابة الحسينية، احنا عندنا هاي المؤسسة مرتبطة بالدولة، مرتبطة بالمرجع اللي احنا نفتقرها، هذه احنا نفتقرها اليوم. هاي المؤسسة اليوم الرادود مو بكيفه يقرأ، ولا الخطيب بكيفه يحكي، ولا الشاعر بكيفه يكتب، ولا اليوم حتى العازفين للمواضيع الإسلامية بالإنشاد الإسلامي أو الإنشاد الحربي أو التمثيلي المسرحي، مثلا مثل ما عندنا اليوم شعر مسرحي وعندنا شعر تمثيلي وعندنا شعر ملحمي وعندنا شعر، تمام؟ اليوم أو الشعر الوجداني أنواع الشعر. مثلا اليوم تجد دول الموسيقيين من يجي مثلا على سبيل المثال عندهم مثلا أنتجوا مسلسل يوسف عليه السلام، تمام؟ المن يجون لهاي المؤسسة الموسيقية يسألوهم، يقولهم يابا احنا عندنا هيك موضوع، يقدموا لهم السيناريو، بعد ذول الموسيقيين يشتغلون يناسب هذا العمل ويقدمونه. اليوم عندهم مثلا مثلا سؤال سلام يا مهدي، خالية من الموسيقى لو بيها موسيقى؟ لا بيها موسيقى، بيها موسيقى. هسه اكو بعض الاناشيد خب بيها موسيقى. هذه الموسيقى شرعيه ام لا شرعيه؟ شرعيه. شنو الشرعيه اللي بيها؟ تتناسب مع الكلام مع الموقف. هسه اكو اليوم هزوجه للعباس سلام الله عليه، مثلا رجز للعباس سلام الله عليه، ما يخلو من الطبل عفوا الدمام او الروله ما يخلو. ليش؟ لأن الكلام يتناسب مع. ثانيا هذه الأدوات اليوم الأدوات موجودة عندنا وين؟ بالعزاء، بالمواكب هي موجودة. فأما أجي أشتغل غير شغل بحجة كذا، طيب. مثلا أنا كورال على سبيل المثال، كورال بعض الأخوة هسه احنا ما نريد قلت لك احنا نخوض بهذا، ولكن بعد هي تجي يجعل من الكورال يجيب مثلا نساء، والنساء مو بالخط الإسلامي أو الديني، والله إنه بحجة شنو سبرانو أو كذا أو ما شاء، حتى تكون الكورال بها روحية أكثر ما أدري شنو. بعض الأخوة مثلا من يسجل مثلا من استديوهات هي استديوهات ما تليق بخادم الحسين أو بكذا. احنا حتى ما نريد نطب هذا، يعني اذا طبينا هنا بعد منا 4 حلقات ما تكفينا. احنا قصدي احنا الهدف من تأسيس المدرسة ان تضع الامور الحسينية في نصابها الصحيح، من جانب تدريسي يجب على الرادود والشاعر وكل انسان متعلق بالحسين حتى الخطيب. هسه خوب اليوم محد الامير مثلا في النجف الاشرف، زين، محد الشيخ الوائلي في النجف الاشرف،
هسه رغم انه ماكو اعلام عليه او ماكو كذا، لكن اكو شغل. مثلا لماذا لا نجعل مدرسة حتى في كربلاء؟ اليوم اكو دروس، بعض الاخوة ينطون دروس. علي سعيد الوالي الله يحفظه، علي سعيد خب ينطي درس مال المقامات في العتبة الحسينية. بعض الاخوة ينطون يم مدرسة عبد الامير الاموي الله يرحمه. هواية يعني، لكن كنظام تدريسي مدرسة جانب اكاديمي وسعينا ولليوم نسعى، وانت اول العارفين بهذا الموضوع، نود الى تأسيس جامعة باسم الحسين عليه السلام. جامعة تكون جامعة تدريسية بها منهج معين. انت سبقتني، انا جاي اقول شنو امنيتك بعدين، بعد سبقتني تقول احنا نسعى للتأسيس. هاي اللي مسولفين بها هواية. الله يسلمك. بالكتاب. ولا شنو اول شيء تعلمه للرادود؟ يعني تعلمه اول شيء على الردة، تعلمه اساسيات، تعلمه الاخلاق، تعلمه الالتزام، تعلمه وقفه على المنبر، يعني شنو اول شيء اهم شيء يعني؟ هو ترى ما حد يجي يخدم الحسين عليه السلام الا انه هو صاحب خلق. يعني الخدمه الحقيقيه، يعني اليوم ما يجيك مع اعتزازي واحترامي يجيك واحد انت لا تطرح علي هيك. انا اذا اطرح مو هذا قصدي. مو انت سؤالك تقول لي اكو ناس جت للخدمه لا مو انت ذكرت شنو تعلم الاخلاق. هي الاخلاق ما تعلم. لا اخلاقيات المنبر، اذا للتوضيح انا حد. اليوم لابد للرادود او اللي يريد يجي يخدم الحسين عليه السلام مثلا، لابد انه هو عنده مؤهلات. خب ما يجي واحد اليوم بالشارع وتعال انا اريد اصير رادود، واحد اليوم بالشارع السلام عليكم اريد اصير شاعر، ماكو. لو هذا عنده فد كتابات معينه مثلا وتطور من هذه الموهبة، أو أنه يمتلك صوت أو بعض صوت أو يمتلك أداء، ممكن شاف شخصية وتأثر بيها وقال أنا ليش ما أصير نفس هذا؟ أنا عندي إمكانية صوتية أريد أصير نفس هذا. ممكن. إحنا بدورنا هنا نطور هذه الموهبة، نقدمها. أما بجانب التعليم فهو نعلمه بأساسيات الردة الحسينية. أساسيات الردة الحسينية أول قضية هي كيف تصبح رادود نموذجي. أنت قد ما هي الاستعدادات النفسية والجسدية حتى تكون خادما للحسين؟ اكو شيء لازم، شيء داخلي، شيء روحي. احنا اليوم ما شفنا الحسين بعيوننا، دائما اكررها، ابدا، ولا شفنا الطف بعيوننا. اليوم احنا سمعنا بس تعاملنا مع قضية الحسين عليه السلام روحيا. اليوم الرادود إذا ما عنده روح حسينية ما يقدم شيء. الروحية موجودة عند كل الرواديد؟ أكيد لا، لكن عقبهم يتعاملون بصوتهم، يتعامل بروحية. والساحة مليئة كثير. بعض الأخوة ما يمتلك صوت، يمتلك أداء وهو مغطي بالساحة ومؤثر في الساحة الحسين. أستاذي وعزيزي، احنا خلينا بهذا الموضوع. نعم. وإن شاء الله ناخذ فاصل ونرجع لنفس الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله ناخذ فاصل ونراجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، البرنامج بودكاست نبرات الولاء، ويانا خادم الإمام الحسين الأستاذ علي مهاوي الساعدي. أهلا ومرحبا بك مجددا. هلا ومرحبا بكم. الله يبارك فيك. ولا كنا نتكلم عن موضوع الروحية في الأداء لخادم الإمام الحسين. قلت لك أنا في بداية الأمر، الأدوات لكل رادود أو خادم أو شاعر أو خطيب له أدوات. نعم. الأداء الأول قلنا احنا تعاملنا مع الحسين أن يكون روحيا، لأن احنا ما مشاهدين الحادثة، احنا سامعين بالحادثة. فإذا ماكو استحضار لقضية الحسين عند الشاعر، يعني كثير من الشعراء، يعني خب شعراء ما انتموا للحسين عليه السلام. يعني الجواهري مو شاعر حسيني، لكن كتب أبيات لا كتبت قبلها ولا بعدها. مم. عبد الرزاق عبد الواحد لا ينتمي الى الحسين. من الشعبي منه؟
من الشعبي. مو حسيني وكتب على الإمام الحسين. هسه أنا ما يحضرني كاسم، لكن كثير من الشعراء كتبوا أبيات للحسين عليه السلام هم ما ينتمون، وما مسموح لي يعني أذكر بلقاء أكو أسماء يعني هم بس ما أقدر أذكر. طيب يعني أتحفظ نعبرها هذه. اليوم تشوف مع اعتزازي يعني نعم خدمة الإمام الحسين، بما أنه تكلمنا عن الروحية، نعم يعني تدري السوشيال ميديا كل شيء بيه، مرات تشوف مقطع مثير مثلا مقطع أغنية تشوف المؤدي اللي بيها متفاعل بيها يعني إلى درجة الانهيار. نعم. إنه تباوع المؤدي تشوفه منهار منكسر عايش الحالة. اليوم هاي ما نشوفه بالمنبر ما نشوفه. أرجع ما بدأت. خادم الحسين له صفات. الصفة الأولى الدينية، دين. سئل معاوية عليه لعان الله لماذا تقاتل علي؟ خب مو بنسبته، معاوية أمام علي بن أبي طالب هالكدوته مو أصل لا شيء، شلون تقاتله أنت؟ يعني قولتهم قيتها. قالهم إذا ظفر بي أطلق سراحي، هو عنده مبدأ عفى الله عما سلف، وإذ قتلني سيكون اسمي مقترنا باسمه. يعني حالي حال عمر بن نوت. هسه خوب احنا ما نذكر علي بن ابي طالب الا نذكر شنو حدثت مثلا عمر بن نوت او مرحب او كذا فيقترن اسمه. يعني بين قوسين قلهم علي بن ابي طالب شنو متدين، يعني عنده دين، يعني خوش ادمي. خادم الحسين اليوم المتمثل بخدمة الحسين عليه السلام يكون متدين، عنده ميلاد الله قولت عنه، يعرف الحسين شنو هو، مو يتاجر بقضية الحسين عليه السلام، مو يكون صوت أو بوق من أبواق من الأبواق يعني عجيب. يعني يا أخي مو أنت هذا الحديث احنا ياخذنا في عدة مجالات. وانا هسه صار ببالي سؤال يعني السؤال اللي ببالك، يعني اليوم نجد مطرب معين مثل ما تفضلت، انا اخاف اذكر اسماء وتحسب على الخدمه الحسينيه، ناس مو يم الحسين عليه السلام وقدمت في المجال الفني قضايا اصلا هزت مشاعر الامم، مو امه واحده، الامم هزتها. اغنيه اثرت بمجتمعات كبيره وشعوب كذا. واليوم يصعد الرادود اللي اليوم قضيتنا اقدس قضيه، ماكو اقدس من قضيه الحسين ابدا على مستوى العالم، وما تصير لان الله سبحانه وتعالى ارادها، والامام صاحب الزمان الذي سوف ينتهض من اجلها. الامام اليوم من عقيدتنا اول قضيه ينتهض من اجلها او يقوم من اجلها هي قضيه الحسين عليه السلام، وبالخصوص قضيه الرضي عليه السلام. طيب اما تقول لي ليش؟ لان دين ماكو، معرفه حقيقيه بالحسين وما جرى على الحسين، ما تعايشوا وياه تعايش روحي، وانما تعايشوا وياه تعايش صوتي، انه انا اليوم هذا كلام ما ادري شنو قدمته صورته جاب كذا سويت له كذا 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 انتهى الموضوع. اما لو قراءه صحيحه لقلوب الناس والله تبقى هذه القصائد خالده في قلوب الناس، لان ما يخرج الى القلب يدخل الى القلب. شنو هالكم الهائل من الشعر اليوم، من كم هائل من الشعراء. هسه احنا نحكي على مستوى مدرستنا، يعني انا كل دوره مثلا يجيني فد 250 واحد 200 واحد 150 واحد 100 واحد، يعني ما اجاني دون ال 100 نفر. ترى كم هائل، انا صار لي 13 او 14 سنه ادرس. قد خرجت ولا تقريبا؟ واي حوالي ما اقدر اعطيك العدد. بعض الاخوه همين اللي دخل درس وبقى مثلا كم درس، مثلا فد 20 درس او 10 دروس وطلع وما ادري شنو، بعضهم اللي اخذ دوره الاساسيات وراح، بعضهم اللي ما اكمل المقامات وراح، بعضهم اكمل المقامات وما امتحن امتحان، لان احنا تعرف
مثل تعرف اليوم احنا عندنا برنامج او عندنا منهج معين. الرادود اليوم يدخل دورة اساسيات ويدخل دورة مقامات ومن بعدها يجتاز اكو امتحانات. وانت كنت حتى تذكر انت احد اعضاء لجنة الامتحان في جانب الصوت. زين ملا، خلينا اليوم نسولف عن الالحان والاوزان. نعم. اللي موجودة بالوسط الحسيني. نعم. تضاهي الحان واوزان يعني بلا تشابه. نعم. اللي موجودة بالوسط الغنائي. يعني اليوم اكو يعني منافسة بالتلحين. هذا السؤال او جواب هذا السؤال ماني اللي غايب هذا السؤال. يعني راح يرتب عليه فد امر. يعني انا شفت اكو مطربين اخذوا من الرواديد، واكو رواديد اخذوا من المطربين. يعني انا اريد اوضح هذا الشيء. ليش هذا جاي يصير؟ يعني منو الافضل؟ ليش الرادود جاي يلجأ انه ياخذ لحن من الاغنيه؟ وانا وياك اليوم على درايه. نعم. اغلبيه الرواديد اللي اكو عندهم قصائد انعرفت الالحان مالتها مسروقه. هسه احنا اذا نريد نحكي بجانب الالحان المسروقه من الجانبين فالكثير. اكو تبادل بالسرقه واكو توارد، بس التوارد ما يجي ضمن نفس الدرجه. ملا اليوم انا وياك من نحكي على توارد. اليوم اليوم ممكن الجو يكون توارد، بس انا وياك مو غشمه. يعني نعرف لا التوارد نعرف الدوسه مالت الجوت اللي يقولون مالت الاورج. نعم. وين صايره؟ هذا جاي يجيب اللحن كوبي بيست. لا انا احكي التوارد اذا كان شنو ما يجي نفس الدرجه، يجي بغير درجه. ممكن هو يجي بغير درجه مالته. بس هو جاي اعرف واحد من الرواديد. نعم. ماخذ حتى الكلمه نفسها ماخذها. هسه اوكي اخذت الدرجه، اخذت اللغم، اخذت اللحن، الكلمه نفسها ماخذها ومفعلها بالقصيده. ملا ارجع للنقطه اللي بديت بيها. اذا الرادود او الشاعر متدين ذني مو موجودات. زين. لكن دين ماكو. يعني اسم حسيني بس هو مو حسيني ولا متدين، فما عنده ادوات شرعيه يعمل بها. اليوم مثل ذكرت الوزن الشعري، الاوزان الشعريه من الذي وضع الوزن الشعري؟ يعني خب احنا من دا نحكي على جانب الشعراء فعندنا شعراء المعلقات مثلا سابقا، حتى في كتاباتهم كان خب ماكو وزن شعري. بس من اجى الخليل بن احمد الفراهيدي وخلى الميزان الصرفي للوزن الشعري، حدد هنا شنو تفاعيل معينة للشعر. بعدين استنتجوا الأوزان الشعرية الشعبية من خلال البحور الشعرية الرئيسية للفصيح. ذولي كملوا اجوا منو العمل بهن بالبداية؟ جماعتنا لو جانب الآخر بالوزن جانب حتى اكو مسميات. جيت اهل الهوى عندنا وزن، يا ابن الحمولة عندنا وزن شعري. هذني اغاني لو قصائد؟ لا اغاني. نجي على الجانب الموسيقي اليوم، وخلينا نحكيها بصريح العبارة. جيل السبعينات يتذكر، إذا جيل السبعينات بالنسبة للشرق الأوسط وبالخصوص بالشرق يعني خلينا نقول الدول العربية كانوا في قمة الأداء والنغم والموسيقى الحقيقية اللي وصلوها إلى أبعد نقطة إلى العالم. كانوا العرب أو المصريين خلينا نقول، من ألحان معروفة ومن مطربين معروفين ومن كذا. احنا على مستوانا اليوم إذا ما ندرس ونتعلم شلون نصل إلى هاي المستويات، يعني اللي كاتب على لحن او اللي قلت لك ما اذكر اقدر اغاني زين او ماكو اكو مشكله. خلينا اليوم نوقف عند هذه. اسالك سؤال ب3 دقائق جاوبني عليها. نعم. مع ام ضد التطور الفني في الخدمه الحسينيه؟ لازم تعيد صياغته. هذا ما اقدر يعني اوضح لك اكثر. يعني اليوم القصيده الحسينيه صار بيها ايش بيها؟ موسيقى. صار بيها وانا ذكرت لك انتقالات. هسه خلينا من الموسيقى، عفوا من الموسيقى. نعم. انتقالات مثلا، انتقالات اللي هي نغميه اللي هي اكثر من مقام، من وزن. زين. المفردات شلون؟ المفردات خوب اليوم انا وياك على درايه.
اكو ناس قامت تجيب انجليزي وتخلي بالقصيده الحسينيه. هسه الانجليزي خو احنا مسوينا اوبريت باللغه الانجليزيه. اي ماكو مشكله سوينا اوبريت، احنا سوينا اوبريت باللغه الانجليزيه. بس اليوم تقدم قصيده حسينيه وبيها ايش بيها يعني افلات بالانجليزي. يعني مثلا انا ما ادري جديده مثلا سمعني دسليها. نعم بتصدق يعني مسامع يذكروها مو قلت لك. يفترض للخطيب والشاعر والرادود عليهم مسؤوليه ان يرتقوا بمستوى الجمهور، طلعوا من هالمستوى هذا رفعونه، مو ينزل من مستوى أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني، والنوب ينزل على مفردة عباس لخيامك درد. مشكلة درد وين وأنا لو يكشف عن عين، هذا تدني، هذا تنازل ما يخالف. اليوم خلينا أحاكي الناس أو شقي ضريحي يستشهد بيها، مو هذا الكلام اليوم الرائع اللي يرفع من مستوى الجمهور إلى مستوى أعلى. احنا قبضنا اليوم عندنا خدام الحسين دكتور، والله دكتور ورادود ما بيش نفتخر، مهندس ورادود كذا وشاعر كذا وصاحب موكب مثقف عنده ثقافة حامل شهادة يفهم يعرف شو معنى الحياة، يعرف شو يسولف، يعرف شو يقدم. يفترض اليوم نرفع من المستوى، وهاي مسؤولية الخطيب والشاعر والرادود. هاي مسؤولية، احنا امام مسؤولية. الله يجازيك خير ملا. الله يحفظك. احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا نشكر لك قدومك ونشكر شكرا لك، شكرا لدعوتك، شكرا للأخ المخرج، شكرا للأخوة المصورين العاملين في هذه القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة الحسين، آمين يا رب أن يتقبل منا، آمين يا رب العالمين. أن يرحم أمواتكم وأمواتنا، أن يجعل خدمتنا مقبولة عند سيدتي فاطمة سلام الله عليها. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يجازيك خير. إن شاء الله وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم، راجع لكم بحلقة جديدة إن شاء الله.